السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان إن شاء الله على الأبواب، ولازم نعمل شوية حاجات كده تسهل علينا أمورنا في المطبخ. النهاردة هنتبل فرخة كده بطريقة جميلة إن شاء الله وتكون سهلة، من غير بقى ولا بصل ولا أي حاجة ولا طماطم ولا هنفتح الكب أصلا. أنا معايا هنا فرخة، يعني في حدود من، يعني أكتر حاجة تجيبيها للشوي كده كيلو ونص. تمام. بفتحها زي ما انتوا شايفين، بحاول ان انا احط السكينة في كل عظمة كده في الفرخة، وبالذات الصدر كمان بحاول افتحه كويس جدا علشان ياخد من التتبيلة، وفي نفس الوقت يعني يستوي بسهولة معانا. طيب انا هنا هستخدم اللي هي الربع كوباية معايا بطريقة سهلة قوي قوي قوي، وخدوا بالكم من البهارات اللي انا بستخدمها. معايا ربع كوباية مية، وهحط برضو ربع كوباية زيت. يا ريت نستخدم الزيت يكون نوعية كويسة علشان ما يأثرش على طعم الفراخ بتاعتنا. طيب انا هنا بستخدم بهارات جاهزة، بس انتي ممكن تعمليها في البيت. يعني انا بلاقيها بجيبها، مش بلاقيها خلاص اسمها شيفي ميكس. هتجيبي بهارات التكة او تتبيلة التكة. انا هنا هحطها لك على الشاشة، خديها شوت سكرين. بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل وبابريكا وكركم وكاري، يعني بصي زي ما انت شايفاه، وهكتبها لك كمان في صندوق الوصف وفي اول تعليق في الفيسبوك. بناخد من اللي انا عملتها، الخلطة اللي انا هعملها هاخد 3 معالق كبار، والخلطة اللي انا بشتريها دي بيكون جاهزة عليها ملح، لكن انت طبعا هتضيفي من الملح اللي احنا يعني البهارات الجاهزة بيكون عليها ملح. اما البهارات اللي احنا نعملها فانت هتضيفي عليها الملح حسب رغبتك، يعني تاخد الفرخة تاخد معلقتين صغيرين. وزي ما انتوا شايفين انا باخد من التتبيلة وبحطها وبغرق بيها الفرخة. بس خلاص كده انا كده عملت اللي عليا في الفرخة كده، والفرخة مش عايزة مني حاجة ولا انا عايزة منها حاجة. زي ما انتوا شايفين كده. آه تبلتها هسيبها ساعة وممكن اشتغل بيها، او ان انا ادخلها في الفريزر كده واسيبها في تفريزات رمضان، او زي ما انتي بتعمليها بقى تفريز بكرة. مثلا يعني اي وقت انت عايزه تعمليها تطلعيها وهي معموله كده، هتبقى جميله جدا جدا. وكمان عشان نقلل مجهود وعشان نقلل وسرعه بستخدم اكياس الفرن الحراريه. جميلة جدا في التسوية يا جماعة، ممتازة جدا ومش خطر زي ما هما بيقولوا. لا هي كويسة جدا، ولكن ما نكترش في استخدامها. يعني طالما الحاجة احنا مقننين استخدامها ان شاء الله مش تضرنا. انا هنا علشان الكيس صغير فحطيت الفرخة على كيسين، في اكياس اكبر ممكن تاخد الفرخة كاملة. طبعا انا مش هسيب التتبيلة دي، برضو انا هوزعها في الفرخة علشان برضو تتشرب اكتر منها. و... والتتبيله يعني الطري برضو الفرخه هتبقى فيها نسبه سوائل كده، هي اصلا الكيس الحراري بيخلي الفراخ طريه ولذيذه جدا. وطبعا علشان الكيس الحراري ما ينفجرش معايا في الفرن، فلازم اعمل فتحتين في الكيس، لان دي ضروري جدا عشان ما ينفجرش معايا، عشان نطلع البخار الزياده منها. ومدخلها على درجة حرارة عالية في الفرن، ونسيبها في حدود من نص ساعة لساعة الا ربع هتكون استوت تماما تماما تماما. وزي ما انتم شايفين حلوة جدا، طبعا بختبرها واللحم مبينزلش اي سوائل لونها فيها احمر او اي حاجة كده تمام. بس انا برضو مش هسيبها كده، انا هدخلها تاني الفرن 5 دقايق 10 دقايق علشان تاخد يعني لون اغمق من كده. يعني هي كده ممتازة، بس انا حبيت ان انا اغمقها شوية. كده ممتازة كمان تماما تماما. بس بقى خلاص كده احنا الاكله بتاعتنا خلصت، ناقص نعمل معاها ايه بقى؟ ملوخيه ونعمل معاها رز بالشعريه. كده الاكله لذيذه قوي، وكمان اكله سهله وسريعه ومغذيه في نفس الوقت طبعا. هعمل لكم بقى زي ما الشيفات بيعملوا، بيطلعوا الدبوس ويطلعوا العظمة منها. شايفين والله طرية ازاي، ممتازة ممتازة، والتتبيلة داخلة في اللحم وبطعم رهيب رهيب.
بصوا طلعت العظمة زي شيفات ما بيعملوا الكبار، وكده دليل على انها استوت، وهي فعلا بتكون استوت. شايفين المنظر والجمال؟ حلوة جدا 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 بجد والله. ان شاء الله تعجبكم وهتعتمدوها عندكم من ضمن الاكلات السهلة اللي احنا ما بنضيعش فيها وقت في المطبخ، وكمان مغذية. وان شاء الله يكون فيديو بسيط بالنسبة لكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.